السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يا رب تكونوا بخير على خير أحوالكم وأموركم يا رب مزيانة. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الوصفة كما وعدتكم ديال تسريع الحمل. كما وعدتكم راني غادي ننزل لكم العديد من الوصفات إن شاء الله. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنقول لكم اللي مازال ما اشتركت في القناة اشترك في القناة وتفعل الجرس باش دائما هكا يوصلوها الجديد. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني انني دائما نصور فيديوهات ونحطهم في القناه. قبل ما نبداو البنات، هنا غادي نحط لكم واحد الوصفه من التجربه الشخصيه ديالي. يعني كاين الاختلاف، كاين شحال من وحده جربت شحال من حاجه، ولكن كنقولوا كل وحده وفين جاب ليها الله التيسير. غادي نبداو الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح يعني راه معروفين، وبالنسبه ليا انا المذاق ديالهم كيعجبني. غادي نحط لكم تصويره ديال حبوب اللقاح كيفاش دايرين، حيت ما بقاتش عندي انا القرعه ديالهم. غادي نخليكم هنا الفوق. هذه هي التصويره البنات ديال حبوب اللقاح، كيتباعوا على حسب الغرام، والثمن كيختلف على حسب الغرام اللي كاين في القرعه. بالنسبه للمكون الثاني ديالنا اللي هو طلع النخيل، غادي نحط لكم الصوره ديالو في الجانب كذلك. هذه الصوره ديال البنات بالضبط، هذا اللي خديت انا. الطعم ديالو راه مر شويه، يعني ما فيش الحلاوه. وغادي نمر للمكون الثالث اللي هو غذاء ملكه النحل. وبالنسبه لغذاء ملكه النحل فيه جوج انواع، فيه بودر وفيه سائل. بالنسبه لي انا ما لقيت السائل، خديت البودر، ولكن يعني كلهم زوينين. يعني لقيتو السائل من الاحسن انكم تاخذوه. غادي نحط لكم الصور. هما الصور البنات، يعني استعملت 3 المكونات. بالنسبه للمقدار انا خديت هكا هاد القريعات اللي هما صغار، درتهم كاملين. وكذلك حبوب اللقاح قرعه كبيره بحال اللي حطيت لكم في التصويره، كنستعملهم مع واحد القرعه ديال نص كيلو ديال العسل. من الاحسن يكون العسل الحر، الا ما كانش يكون فقط عسل من نوعيه ممتازه، بحال العسل ديال الليمون، حتى هو زوين. انا بالنسبه لي خلطت نص ديال العسل الحر مع عسل ديال الليمون، ودرت معاهم المكونات كاملين، خلطتهم حتى يعني دابو. بالنسبه للحبوب اللقاح ما كيدوبوش بسهوله، يعني كل مره كتخلطي. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كتاخديهم انت والزوج ديالك بطبيعه الحال. ملعقه صغيره في الصباح على الريق، وملعقه كذلك صغيره بالليل قبل ما تنعسي. يعني دائما يوميا ملعقه ملعقه ملعقه. بغيتي ديريها في الحليب دافئ ديريها، ولكن من الاحسن في الصباح على الريق بدون حليب. في المساء يمكن انك ديري كويس ديال الحليب دافئ، كديري فيه ديك المعلقه ملعقه وكتشربيها مده شهر البنات. يعني هاد الوصفه كتحيد البروده من الرحم، وكذلك كتصفي الوالده، وكدير لنا تنشيط المبايض. اهم حاجه كتنشط لنا المبايض ديالنا، ما نحتاجوش المنشطات. راكم عارفين يعني الا اللي خد الدواء المنشطات راه كيكونوا غاليين وما كيديروا حتى نتيجه. من تجربتي يعني وصفه اللي هي رائعه، واكيد غادي ننزل لكم وصفات اخرى يعني مكمله لهاد الوصفه. نتمنى انكم تجربوا